تعالوا بقى النهارده هنعمل احلى كيك رواني. هخليكي تنسي الكيك وتنسي البسبوسه في سبيل الكيكه ديت. بجد بجد تحفه خرافه. مش شرط الكيك يكون كيك بس ساده بالدقيق، لا، النهارده هنحط له دقيق السميد البسبوسه. يلا بينا نشوف الطريقه والمقادير ونشوف احنا هنعمل ايه بالظبط. تابعيني لنهايه الفيديو علشان تشوفي الكيكه في الاخر طعمها بجد خرافه. اول حاجه حطينا هنا 3 بيضات في الخلاط وحطينا عليهم باك فانيليا، حطينا عليهم كوبايه سكر من العادي بتاعنا، بس اهم حاجه يا جماعه السكر يكون ابيض. ضربناهم حلو في الخلاط زي ما انتم شايفين كده، وهنحط عليهم نص كوبايه من الزيت. الزيت يكون نوعيه نظيفه. نص كوبايه لبن بدرجه حراره المطبخ كده، يكون فاتر شويه ما يكونش سقعان. حطيت عليهم علبة زبادي، حطيت عليهم كمان عصرة ليمونة زي ما انتم شايفين، عصرة ليمونة تكون كاملة. الليمون يا جماعة بيدي بياض حلو قوي قوي للكيك. معايا هنا كمان من كوبايه من سميد البسبوسه وكوبايه من الدقيق بتاعنا. انا استخدمت هنا دقيق سنبله الفرات، طبعا انتوا اكيد في وصفاتي كلها بستخدم دقيق سنبله الفرات. نتيجته حلوه جدا جدا مع الاستخدام. الناس اللي مجرباه هتعرف فعلا انه فعلا حلو. حطيت هنا معلقه كبيره من الكيك شيف او المحسن، طبعا كلنا عارفينه بنجيبه من عند اي عطار او من عند اي مستلزمات حلويات. حطيت عليهم كمان رشه ملح وابتديت انخلهم، اهم حاجه عشان ميبقاش فيه اي تكتلات في الدقيق. بنقلبهم مع بعض حلو قوي زي ما انتم شايفين، وكمان ما ننساش 3 معالق من جوز الهند. بقلبهم حلو قوي مع بعض، وبعد كده هنزل عليهم بالسوائل بتاعتي زي ما انتم شايفين. ما ننساش ان احنا مسخنين الفرن، اهم حاجة اول ما ابتدي في الكيك اكون مسخنة الفرن بتاعتي على درجة حرارة 180. بنبتدي نقلب كده من تحت لفوق من تحت لفوق علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات مركونة معايا في قاع البولة. اهم حاجة اضمن ان السوائل كلها اندمجت مع الدقيق، ما يبقاش فيه اي حاجة مركونة في قاع البولة بتاعتي. الصينية ده طبعا ديت المفضلة عندي في الكيك بالذات، الصينية دي مقاس 20 في 30. حطيت الخليط بتاعي كده زي ما انتم شايفين، ونزلت كله اللي موجود في الطبق بتاعي، بخبطها خبطتين كده على الترابيزه، وبعد كده بحطها في الفرن بتاعتي. هتاخد حوالي يا جماعه بتاع حوالي نص ساعه او نص ساعه و5 دقايق. نيجي بقى نعمل القطر بتاعنا. طبعا لو احنا بنستفاد يا جماعه من الفيديو، نشترك في القناه ونفعل زر الجرس، ولو في اي اسئله في الكومنتات اكتبولي، انا برد على طول. هنا القطر بتاعنا قطر بيبقى خفيف او الشيره او السيرب زي ما انتم بتقولوا. كوبايتين من السكر، كوبايتين من الميه، عصره ليمونه، عصره نص ليمونه، وبقلبهم تقليبه كده بسيطه علشان الحوافي بتاعتي ما تسكرش. بقلب تقليبه بسيطه كده وبسيبهم حوالي 7 دقايق على النار لغايه كده الكيك بتاعنا ما يبتدي يخلص، يكون السيرب بتاعي خلص. اهم حاجه يا جماعه نمشي على الطريقه والمقادير بالظبط علشان النتيجه تطلع زي ما انت شايفه كده، وتطلع انت راضيه عن النتيجه بتاعه الكيك، والكيك بتاعك يطلع مستوي، ماهوش بقى ني من تحت او ني من النص زي ما بتقولوا. الحاجات الكتيره بقى اللي بتطلع، الغلطات اللي في الكيكه دي كلها. الكيكه بتاعتي هنا طلعت بعد نص ساعه و5 دقايق، هدت. ابتديت احط السيرب بتاعي وهو سخن. الكيكه طلعت هدت حوالي 5 دقايق والسيرب بتاعي سخن. ببتدي اسقي الكيك بتاعي زي ما انتم شايفين كده، وبفتح بالخله كده شويه وانزل بالسيرب بتاعي. طبعا انا ما حبيتهاش تبقى تاخد الكوبايتين، انا خدت مني حوالي كوبايه ونص، واكتفيت بكوبايه ونص سيرب بس، ما حطيتش الكوبايتين عشان ما تبقاش محلونه قوي زياده عن اللزوم. غطيتها حوالي 5 دقايق وابتديت احط شويه الجوز من على الوش كده زي ما انتم شايفين، وهبتدي بقى طبعا اقطعها علشان نشوف اخبارها ايه من جوه وطعمها. بجد الكيكه تحفه جدا جدا جدا، انت هتجربيها وهتشوفي بنفسك. نمشي على الطريقه والمقادير بالظبط. القناه هنا يا جماعه مصداقيه 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 بجد، تاخدي الوصفه من ورايا وتدعيلي وتقولي فعلا ربنا يبارك لها. هنشوف كده بقى بعد الكيك بتاعنا ما سقيناه
ونبتدي نقطع كده بقى ونشوف من جوه اخباره ايه. الكيك لافلي كده من جوه يا جماعه، بجد بجد جوسي كده، حاجه فعلا تتاكل اكل، ناعمه تحفه جميله، طعمها ريحتها بجد مش هتقدري تقاوميها. لو عملتيها مره بجد هتعمليها لاولادك مره واتنين وتلاته، حكايه طعمها بجد تحفه. انا ما كنتش متخيله بصراحه، انا كنت يعني اول مره فعلا ادوقها، بس بجد طعمها تحفه جدا جدا جدا، حكايه بجد مش هتنسيها انك انتي ما تعمليهاش لولادك، تحفه بجد خطيره. حاجه كده. بصوا يا جماعه الكيك عامل ازاي، مستوي مسقي حلو، لا هو ني من تحت ولا ني من النص. الكيك زي ما انتم شايفين ارتفاعه بجد تحفه، الكيكه من جوه جوسي قوي، بجد تحفه تحفه تحفه، تستحق التجربه. تتابعوني يا جماعه دايما على صفحتي مملكه الحلويات. لو في اي اسئله او في اي حاجه نكتب في الكومنتات، نتابع، نشترك في القناه، اي تعليقات او اي حاجه اكتبولي. تابعوني على صفحتي مملكه الحلويات، وشكرا.